صباح الخير، فطار على الرايق في السريع كده ليا انا وصاحبتي. اول حاجه عملتها هي الفطير بالزعتر دي او العيش بالزعتر دي، مش عارفه بتسموها مناقيش او قراقيش حاجه كده بالسوري، بس انا شفت الطريقه عند بنوته سوريه وعجبتني. حطيتها في الفرن دقيقه واحده وطلعت بالمنظر القمر ده. وبعدين عملت الشوفان بطريقه صحيه، صورته لكم في فيديو تاني لوحده عشان الفيديو ما يطولش. وغطيتهم وحطيتهم على جنب، ورحت جبت الفاكهه بتاعتي وحطيتها كمان في العلبه، لاننا قررنا ناكل بره. انتوا عارفين طبعا انا والبيت ما نظبطش مع بعض، انا واحده بتعتبر البيت اوتيل للنوم وبس، وطول النهار السرموحه اللي جوه ما بتسمحش تقعد في البيت بصراحه، ما بتحبش. المهم اخدت الحاجات ونزلنا، رحنا المكان ده عشان خاطر يبقى قريب مني ومنها. وبالمناسبه دي محطه الهاوبنهوف او المحطه الرئيسيه لبرلين. بصوا حجمها كبير ازاي، واللي عاملها مهندس مصري وبلا فخر. احلى تحيه لمصر واهل طنطا، لان باشمهندس هاني عازر طبعا اللي بناها من طنطا. احلى تحيه للطنطاويه. المهم دي اجواء المكان زي ما انتوا شايفين كده، الناس كلها طالعه بتستمتع بالشمس، بتستمتع بالصيف. وهنا قابلت زوزو لاول مره من 6 شهور، بنت صاحبتي هي، بس بنتي انا كمان، انا بحبها قوي بجد من قلبي. والمهم خدنا بعضنا ورحنا قعدنا على جنب شوية في الجنينة، وحطينا الفطار بتاعنا وبدأنا يلا بينا يلا بينا. ده كان شكل الفطار بتاعنا، كان شكله حلو وطعمه حلو بصراحة، وقعدنا استمتعنا وشغلنا أغاني. ويا جماعة نفس الفطار ده كان ممكن يتاكل في البيت على السفرة، بس ليه ناكله على السفرة واحنا ممكن نطلع نقعد نفطر بالطريقة الجميلة دي وفي الجو الحلو ده، ونستمتع بالشمس ونقضي وقت ألطف بكتير. وبالمناسبة العسل اللي بحطه ده على الشوفان ده عسل بيبقى طبيعي، بجيبه من قلدي، المفروض ان هو مفهوش سكر زي ما انتوا شايفين، اللي هو البيو ده. انا معرفش، لو حد يعرف انواع تانية افضل ممكن يقولي. وطبعا زي ما انتوا عارفين مفيش خروجة فيها اطفال بتكمل على خير. ابني قرر ينكد عليا وعلى اللي يعرفوني وعلى اللي جابوني وعلى اي حد عدى من جنبي في حياتي. فضل يعيط عياط هستيري لانه كان نايم وصحي، ففضل يعيط عياط هستيري. هنا مي حبيبتي حاولت تهديه، وانا قضيت القعده كلها شايلاه وبحاول اهديه على روحي، وهو فضل برضه يعيط مصمم يمشي. فقررنا نمشي ونقضي باقي الخروجه نتمشى. عرفت احنا بنتكلم عليك صح؟ شفت انت عملت فينا ايه؟ قضينا باقي الخروجه كلها تمشيه وبس. والله لو وصلت لحد هنا شكرا ليكم، تعالوا تابعوني على انستجرام. باي باي.